يا عقرب انا عارفك كويس، انت اللي بتضحك في وش الدنيا ومن جواك نار قايده، اللي بيسامح وبيعدي بمزاجه، بس لما بيقفل الباب بيقفله بضبه ومفتاح وما بيرجعش. شايل اسرار بلد ومحدش يعرف عنك حاجه. لو حبيت بتحب بجنون، ولو كرهت بتنسى ان البني ادم ده كان موجود اصلا. الشهر ده داخل عليك بكلمه واحده بس، مواجهه مع نفسك قبل اي حد. ليك فتره ساكت ومستني اللحظه الصح عشان ترد فيها القلم. السكوت ده بياكلك انت قبل اي حد. جسمك بيتعب ودماغك ما بتنامش من التفكير. الشهر ده بيقولك يا تاخد حقك يا تنساه للابد وتريح دماغك. خلي بالك الفترة الجاية سر كبير هيتكشف. حد قريب منك مخبي عليك حاجة من زمان، وعينك هتجيبه لوحدها من غير ما حد يقولك، وانت صبرك هيخلص قريب قوي. هتنفجر في وش حد وهتقول كل اللي في قلبك مرة واحدة. الناس هتتصدم منك بس انت هترتاح راحة عمرك ما حسيتها. في الحب لو مرتبط، العلاقة اللي انت فيها يا تكملها بشروطك يا تقفل بابها. هتحصل خناقة كبيرة بسبب الغيرة والشك. لو عديتوها سوا علاقتكم هتبقى حديد، ما عديتهاش يبقى ربنا بيحبك وبينقذك. ولو سنجل فالشخص القديم اللي كسرك راجع يلف حواليك تاني الفترة دي، عايز يختبرك ويشوفك لسه ضعيف ولا لأ. اقفل الباب ده بإيدك وما تفتحوش تاني. نصيبك الحقيقي داخل عليك آخر الشهر. حد جديد هيدخل حياتك غصب عنك وهتحس انك تعرفه من سنين. الفلوس بتحبك يا عقرب بس انت اللي بتهرب منها. الشهر ده فيه فلوس جايالك من حتة ما كنتش عامل حسابها، مبلغ هيحل أزمة كبيرة في دماغك، وفي فرصة شغل أو شراكة شكلها يخوف ومحتاجة مخاطرة، بس هي دي الباب اللي هيغير مستقبلك كله. خلي بالك الفترة دي في حد هيحاول يورطك في حاجة باسم العشرة. فتح عينك كويس، صحتك مربوطة بنفسيتك. القولون هيتعبك من الكتمان وظهرك هيوجعك من شيل الهم. الحل انك تتكلم، فضفض لحد ثقة، طلع النار اللي جواك قبل ما تحرقك. وهتحصل مشكلة في البيت بسبب قرار يخصك. الأهل مش موافقين وانت دماغك أنشف من الحجر. اسمعهم بس اعمل اللي يريحك. هتزعلوا شوية بس هتتصالحوا. يا عقرب كفاية لعب دور القوي اللي ما بيتكسرش. انت بشر بتتوجع وبتتعب وبتحتاج حضن. الشهر ده جاي يعلمك ان اللي بيخاف من المواجهة بيعيش عبد الخوفه. واجه اللي ظلمك، واجه اللي بتحبه، واجه نفسك. اقفل باب الماضي وسامح عشان نفسك مش عشانه. انت داخل على فترة هتغير كل حياتك، والشهر ده هو الزرار. ما تضيعش الفرصة عشان خايف. انت عقرب والعقرب ما بيموتش الا واقف. خلاصة الكلام يا عقرب، يا تواجه يا تفضل موجوع. اكتب قرارك في الكومنتات وما تنساش تعمل منشن لصاحبك العقرب نشوف هيختار ايه.